خش في الموضوع على طول. يعني احنا خطبنا سعيد لفاطمه واتكلمنا في كل تفاصيل الفرح، بس في حاجه مهمه ما كلمناش فيها. حاجة ايه؟ يعني سعيد لما هيتجوز هيقعد فين يا متولي؟ مطرح ما يحب، في الحته اللي تريحه. لا يعني هيقعد هنا ولا بره؟ يقعد هنا فين يا امينه؟ معايا في شقتي. الواد لازم ياخد شقه كبيره، بكره هيخلف عيال كتير ان شاء الله. وماله ان شاء الله، شقتي واسعه. انت عاوزه يسكن بره؟ سعيد يبعد عني يا متولي؟ دي سنه الحياه يا امينه، ربنا خلقها كده، نخلف ونربي ونكبر ونجوزهم، وساعتها كل واحد يتشغل بحياته. لا، انا سعيد مش هينشغل عني، ينشغل عن امه؟ معقوله؟ لا، لو صمم يقعد بره بعد اذنك يعني انا هروح معاه. جرى ايه يا امينه؟ انت ناسيه انك على عزبه راجل ولا ايه؟ ومن امتى بتخرجي من غير اذن؟ والله يا غريبه. وكمان عايزه تسيبي البيت وتروحي تقعدي مع ابنك؟ دي حاجه تجنن. انا كل شويه بيتاكد لي ان انا كنت على حق لما نفذتوا فيكوا حد ربنا وهجرتكم في المضاجع، والظاهر ههجركم على طول وانت اولهم. يا راجل يا راجل، ده انا جايه استنجد بيك تهجرني في المضاجع وتقلب المواجع. حرام عليك يا متولي، انت مش حاسس بالنار اللي انا فيها؟ سعيد لو بعد عني انا هيفضل لمين؟ خلاص بس، انا حاسس بيك يا امينه. طب قولي لي ايه اللي في ايدي وانا اعمله لك. اغصب عليه يقعد معايا. ما اقدرش. ليه يا اخويا؟ ما انت ابوه وكلمتك ماشيه علينا، واحنا بنقدر نقول لك تلت التلاته كام؟ الواد ده انا ظلمته قبل كده، ما اقدرش اظلمه تاني. هتظلمه لما يقعد مع عمه؟ طب انت سالتيه؟ ايوه. وقال ايه؟ قال اللي يشوف ابويا. يا سلام يا سلام، ونعم التربيه. يا ريت بقيه اخواته يطلعوا زيه. هيطلعوا؟ قلت ايه؟ ها؟ عشان خاطرك هبني له دور هنا فوق العماره. بس ربنا يستر بقى، وركبه تستحمل كل يوم اطلع له 5 دور. هتستحمل والله، ده انت لسه شباب. انت خايف من الحسد؟ ايه؟ اشمعنى دلوقتي بقيت شباب يعني؟ عشان حققت لك غرضك والواد هيفضل جنبك؟ ربنا ما يحرمني منك يا متولي. هو في زي قلبك؟ انا قلب ابيض، مش زيكم قلبكم اسود. يا راجل يا راجل، انت لسه زعلان؟ ودي حاجه تتنسي يا امينه؟ ده انت كلها كام شهر وهتبقى جد. عايز تفرج؟ جواز ايه اللي انت عاوز تتجوزه؟ يا امينه لو ولادي اتجوزوا وخلفوا هفضل شباب، هفضل شباب على طول، على راي الست ام كلثوم. مش قصدك انت؟ قلبي بيقول لي كده والله اعلم ان الزغروطه المره دي عشاني. ايوه يا سعديه، عشان يبقى فرحنا احنا الاثنين في ليله واحده. ايوه، وتروقونا بقى. فشر يروقونا ده ايه يا واد؟ ده ابوك حكم على سعيد يقعد هو وبطه معانا هنا في البيت. نعم، هنا في الشقه؟ لا يا حبيبي، هيبني لهم شقه فوق. طب وانا يا ماما؟ يا دي الوكسه عليك يا بت، انت يا اختي ملهوفه على ايه؟ مش تستني لما يجيلك عدلك؟ اهي دي بقى اللي هيجي لها عدلها من بره وتتجوز بره البيت. يا ريت كان عندي ابن تاني، والله يا سعديه كنت جوزتهولك. طب احنا بقى لغايه دلوقتي ما عرفناش ميعاد الفرح امتى. حاجه غريبه. وانت عايزه تعرفي ميعاد الفرح ليه؟ يلا عايزين نفرح بيك انت كمان. ايوه صحيح يا واد يا مكرم، انت مش ناوي ولا ايه يا ابني؟ معقوله برضه يا عم شوقي؟ مش اما اخلص كليه الاول؟ ياه، ده انت قصادك كتير قوي قبل ما تخلص الكليه. يعني هو كان هيعمل بالكليه ايه؟ هيفتح محل افوكاتو؟ مكتب يا عم شوقي، اسمه مكتب. يا سيدي مكتب ولا محل اهو كل واحد. وما فيش اكتر من محلات ابوك، انت بس نشن على محل فيهم ورستق فيه. وينشل ليه يا صباح؟ ما محل امه موجود ومن حقه. انهي محل ده يا عم شوقي؟ محل المانيفاتوره اللي في الموسك. يالا بالك لو خدته امسكوا لك انا بقى وادوروا لك. انت ناس يا ان دي شغلتي الاصليه، كنت انا وابوك احسن بياعين قماش ومانيفاتوره. وانا بقى والبت مهجه نيجي نشتري من عندك. معقوله يا طنط صباح؟ ده المحل اكيد يعني هيبقى بتاعكم. تسلم لي يا حبيبي، ده انت كلك ذوق، انت اكيد طالع لامك. الست نعمة الله، يا سلام، هو في حد زيها؟ انت تعرف ماما يا عم شوقي؟ ايه اللي اعرفها؟ ده محلها كان اكبر محل مانيفاتوره في الموسكي، وصيته ضارب في كل حته يا واد. بالك امك كانت تقعد كده في المحل ولا اجدعها راجل، لحد ابوك بقى ما جه يا سيدي وشال الجمل بما حمل. بس انا برضو بابا ساعتها كان تاجر كبير. الا تاجر كبير يا مكرم؟ هو في حد يا ابني يعرف يتاجر زي ابوك؟ سألني انا. ابوك ده يعرف ياخد حقه من بق الاسد. بس اوعى تتعلم من ابوك وتاخد طبعه وتبقى عينك زايغه على الستات. انا
انا برضو يا طنط صباح. انت بتبصلي كده ليه؟ انت نمت يا حبيبي؟ لا يا ماما لسه صاحي. طب كويس. عايزه كده اقول لك كلمتين. نعمة الله كانت بتسأل هتنزل امتى انت وفاطمه تختاروا عفشكم؟ وانا لازم انزل؟ طبعا يا حبيبي، مش بيتك، مين اللي هيختاره غيرك؟ انت وعروستك كده تنزلوا تختاروا دوت ولا دوت. انا مشغول يا ماما كل يوم لغايه الساعه 9. لا دي مش حجه. ابوك كان قاعد واحنا بنتكلم وقال حسين موجود وهيخلي باله من كل حاجه. انزلي انت يا ماما وانا موافق على تختاريه من دلوقتي. الله، وانت ما تنزلش وتختار بنفسك ليه؟ انا ما اعرفش اختار. ابنك ليه سايق العوج من اولها يا امينه؟ جرايه فرعه، وانت مش عارفه سعيد بيحب شغله وبيخاف يتعطل. وليه يا اختي ما خافش على شغله لما راح درس من ورا الحاج؟ نعمه اقفلي على السيره دي دلوقتي. اعمل ايه يا اخويا؟ ما هو جه لحد بنتي وعمل فيها قناطه. شغله اولى ولا عروسته يا حاج؟ محدش قال كده. الراجل بيقول تروح وتختار اللي هي عاوزاه. امينه معاها حق. يعني كلام انا اللي مايع مش كده؟ جرى ايه؟ الواد بيحب شغله مش عايز يعطله. وبعدين ما تنسيش اما هيتجوز هياخد اجازه اسبوع. اسبوع يا متولي؟ بدل ما تقول اسبوعين 3. حسرة عليا انا ما كملتش معاك 10 ايام. لا قولي حسرة عليا انا اللي ما عسلتش خالص. جايين تندبوا على حالكم دلوقتي وده وقته. خلاص انا ما ضربتش اي واحده فيكم على ايدها. كل شيء كان بالمعروف. معروف ومصالح عليا. خدي يا اختي اديله، خدي اتفضل. بقول لك ايه يا حاج، بحبح ايدك على العيال شويه يا متولي. وانا حارمهم من حاجه يا نعمه؟ جرى ايه؟ الفرح هعمل احسن فرح. بنتك تنزل تختار العفش اللي عايزاه وهدفع. عايزه ايه اكتر من كده؟ هو حد يا اخويا فينا اتكلم على الفلوس؟ الشهاده لله. انت يا حاج مش مخلي ولا واحده فينا محتاجه حاجه. احنا نغمض عينينا ونفتحها نلاقي كل اللي بنطلبه قصادنا. صادقه يا اختي، وقبل ما نفتح عينينا هو في كرم الحاج ده حتى في جوازاته مدوبهم 3. بطلوا شغل المطيباتيه ده وهاتوا من الاخر. عشان خاطري يا حاج والنبي خلي شهر العسل اسبوعين. ان شاء الله ياخدوا سنه وانا قلت لا، بس على الله هم يقدروا يكملوا اسبوع. بقول لك ايه يا متولي، ما تيجي انا وانت نكمل الاسبوع التاني؟ الو. لا سعيد مش موجود، خرج. مين عايزه؟ حاضر اول ما يرجع هنقوله. مع السلامه. اول مره واحده تسال على سعيد. متعودين الكل يسال على الحاج. ربنا يستر. الف مبروك. يعني ما طلبتليش حاجه. اخص عليك يا متولي، انت بقيت بخيل ولا ايه؟ انا على فكره قعدتنا هنا مجروحه واللي داخل واللي خارج شايفنا. الله، انت ايه خايف؟ خايف عليكي. لا ما تخافش عليا، انا قلبي جامد قوي. برضه ما يصحش يعني المحل هنا محل اكل عيش ويهمني سمعته. يا سلام، هو يعني انا بقى اللي هسوق سمعه المحل؟ لا ما اقصدش، بس ما بيقعدش هنا غير الزباين. امال انا ايه؟ انت ما يعلم بك غير ربنا. لا اخص عليك يا متولي، انا مخمصاك خالص بصراحه. اشمعنى يعني سعيد ابنك ما بيعملش زيك كده؟ بيعامل الناس اللي بيحبوهم برقه وبلطف وبحنان، وما بيقولش زيك كده سمعه المحل. بس الواد سعيد ده على نياته. الله، ده انت الظاهر ما تعرفوش كويس. انا اعرف الناس كلها، عايزاني ما اعرفش ابني.
طب انت عارف دلوقتي هو واقع مع مين لشوشته؟ واهل شوشته؟ مع مين؟ قولي لي. مع مروه صاحبتي. الله، انت بتضحك. ومن قلبي يا شيخه قولي كلام غير ده. الله، ما انت مش مصدق بقى. وانت الصادقه البت هي اللي واقعه في دباديبه. انت عرفت؟ لو ما عرفتش ما بقاش الحاج متولي سعيد. طب وانت ايه رايك بقى في الموضوع ده؟ رايي ان نقبها طلع على شونه. ليه؟ اصل انا عازمكم يوم الخميس اللي جاي فين؟ في فرح سعيد. انت ما دريتيش. الحمد لله على السلامه، قلقتني عليك. الله يسلمك. انت كنت فين؟ كنت بتمشى. احنا مش اتفقنا يوم اجازتك تاخد خطيبتك وتقعدوا في مكان هادي؟ يا ماما بكره نخرج ونقعد مع بعض كتير. طب سعيد، في واحده اتصلت بيك مين دي؟ بتقول اسمها مروه، زميلتك في الكليه. سعيد، مين مروه دي؟ زي ما قالت لك كانت زميلتي في الكليه. ايوه بس ما تكلمنيش كده. انا ذنبي ايه؟ انت متضايق مني انا ليه؟ مش انت اللي وافقت تتجوز فاطمه؟ يا رب اقف معايا بقى، انا ماليش ذنب في الحكايه دي. انتي هتفضلي كده كتير ولا ايه؟ انا كنت متاكده ان حظي وحش. يا حبيبتي انتي مش حظك وحش ولا حاجه يا مروه، انتي بس ما عرفتيش تقنعي بنفسك. اقنعه بايه بس يا ألفت؟ هو انا لحقت؟ اذا كانت سميره ما اقنعتهوش بنفسها هقنعه انا؟ ياه، امال ليه بقى سميره بتقول ان هي اللي رفضته مش هو؟ يا سلام، وانتي كنتي عايزاها تقول انه اوام سابها وشاف واحده تانية؟ بس ده ما خدش وقت طويل يا ألفت، ده على طول خطب وهيتجوز. هو يا حبيبتي سعيد ده طول عمري اقول عليه انه مش ساذج ولا طيب زي ما انتوا فاكرين كده، لا ده تاجر يا بنتي، وتاجر ابن تاجر شاطر قوي. ده مفيش مره رحت فيها المحل الا ما بلاقيه بيشغل وزحمه كده يا مروه. معاكي حق، انا المرتين اللي كنت عنده فيهم كان المحل مليان زباين. هو ده بقى التاجر الشاطر، يمسك البضاعه دي ويمسك البضاعه دي. هو عمل كده بقى مع سميره، فضل معاها لحد ما لقى عروسه احسن منها اداها سكه. طب قولي لي يا ألفت، انت عرفتي هو هيتجوز مين؟ دي بنت مرات ابوه. ويا ترى بقى غنيه قوي كده؟ فوق ما تتصوروا. قد ايه بقى كده؟ وانت بقى ايه اللي دخلك في الموضوع ده يا ست مرة؟ ابدا يا طنط، انا كل حكايه اني زعلانه على سمير. تزعلي ليه؟ اذا كنت انا مش زعلانه. هما خلاص حددوا ميعاد الفرح الخميس؟ ايوه يا طنط، ده الحاج بنفسه هو اللي قال لي وعزمني كمان. عزمك؟ انت بتشوفي الحاج؟ انا لا، ده انا شفته صدفه. صدفه؟ انت مكسوفه تقولي لماما الحقيقه ولا ايه؟ حقيقة ايه بقى يا ست سميرة؟ اصل ألفت عايزه تتجوز الحاج متولي. وهو وافق؟ هي لسه بتحاول. نعم؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا سمير؟ هي ايه الحكايه بالظبط بقى؟ عايزه اعرف، هما اللي اختشوا ماتوا ولا ايه؟ ايه حكايتكم؟ داخلين بيتنا تخطفوا الرجاله بتوعنا وبتقول عليهم صحابك؟ تلاقيهم هما الاتنين اللي ضيعوا الجوازتين من ايدينا. اتفضلي يا حبيبتي، منك ليها مع السلامه، مش عايزه حد فيكم يعتب البيت ده تاني، بره. يا سلام، ومين بقى قالك ان احنا هنعتب البيت ده تاني؟ على فكره بقى البيت ده بكره مش هيبقى من مستوانا ولا مستوانا يا حبيبتي. انت منك يلا يا ليه؟ رورو. يلا انت كمان يا سهتانه مشاري على مهلك. يلا يا حبيبتي، بلا مستواكم ومش مستواكم، بالسلامه. ساتر يا رب، هتكون قرف. الصحاب قال دول حقارب.
حياتي انا ليل نهار على شوق ونار، وانت يا حبيبي ولا انت هنا، ومعاك انا معاك والروح بنجوم الليل لا ترحمني خيوط الشمس، لا بجبلك عصفور الخيل كنوز الجن ومال الانس، وما وعدتك بنجوم الليل لا ترحمني خيوط الشمس، لا بجبلك عصفور الخيل كنوز الجن ومال الانس. انا زلمي عقد الحال مملكتي خوف وموال، انا زلمي عقد الحال مملكتي خوف وموال، ومن جيرة عن جد وبس. قربت منهم لقيتهم عمالين يتخانقوا مع بعض، وهي عماله تقول له ادي الافراح ولا بلاش، مش انا اللي اتجوزتيني سكيتي. الله الله الله، يعني كانوا قاعدين ينقوا على فرح الواد؟ يا سلام، هو ده بس اللي همك؟ امال اللي يهمني فرح الاراجوز بتاعك. الله، وبعدين على راي المثل بعد امي واختي انا ماليش قرايب، وانا سبق حذرتك منه وقلت لك ده راجل مش مظبوط. ايوه يا ماما، متولي ما كانش موافق على الجوازه دي من الاول. ايوه بس انا حبيته. اشربي بقى، اشربي ما دام حبيتيه. بعد ما قشطتك اندار على غيرك، تلاقيه فاكر البيت حالتها قرشين ولا حته ارض، رسم عليها الرسمه لحد ما وقعت. وبعدين انا مش فاهم واحده زي ميرفت تجوز المسخوط ده ليه؟ اكيد هي كمان فاكره تحت القبه شيخ. جيت للحق متولي، ماما غلطانه. انا ما كنتش عايزه اشغله من الاول في المكتب لولا انك قلحتي عليا يا ماما. تصور انه مفهم الموظفين في المكتب عندي ان هو اللي بيصرف علينا وكمان بيفسحنا. كان هيخليني اغلط. عارفه لو شفته تاني هركبه فوق حمار خلف خلاف واخلي العيال تمشي وراه تقول من ده بكره بقرشين. انتوا هتفضلوا تتكلموا مع بعض وسايبيني انا اتفلق؟ قولي الاول انا هعمل ايه في المصيبه دي؟ هتعملي ايه يعني؟ بكره متولي يروح له ويطلب منه يطلقك. لا يطلقني، لا انا بحبه يا متولي، يطلقها هي. مش بقول لك امك مخها فوت، ما نبنى منها غير انها بوظت فرح الواد. جاتكوا داهيه فيكوا كلكوا. متولي انت رايح فين؟ تعال. رايح في 60 داهيه. رايح اتخبط. طب ما تنام هنا اسهل. حتى لو ناوي انام هنا بعد عمايل امك مش عايز انام. طب تعالى بس هفهمك على حاجه. اسمعني متولي. عبك كده عبك. هو ما بينامش عندك ليه؟ يا رب يا رب يهنيهم ويرزقهم بالخلف الصالح. بس انا برضه مش هيهدالي بال الا لما اجوز البنت سعديه. قولي يا رب. انتوا كنتوا فين؟ كنا بنطمن على فاطمه وسعيد. لازم تكتموا على نفسهم ليله دخلتهم. ليه يا حاج؟ هو احنا يا اخويا من العدوين؟ ما اقصدش يا نعمه، بس المفروض تسيبوا الواد والبنت يقعدوا مع بعض على راحتهم. اهو من بكره هياخد عروسته وينزلوا اسكندريه ابن الوز. قال هينزل فين؟ قال هينزل البحر، يعني هينزل فين؟ خليهم على راحتهم ينزلوا مطرح ما هو عايزين. لا انا عايزه ينزل في اللوكاندا اللي بنزل فيه انا في شهر العسل. حاضر، الا شهر العسل ده صحيح. الا صحيح يا حاج، قول لي كل الستات اللي اتجوزتها خدتهم ورحتوا على اسكندريه الا انا؟ هم كل الستات بحريه وانا يا اخويا اللي بريه؟ هنعيده يا امينه، هنعيده. يعني ان شاء الله يجي يومين فاضيين كده نطلع نغطس سوا هناك. نغطس فين؟ يقول لهم بس انا ابن الحاج متولي سعيد. يا سلام، هم لسه فاكرينك يعني؟ اكيد فاكريني، الحاج متولي سعيد ما يتنسيش. يبقى اكيد كنت بتروح هناك من ورانا يا حاج. لا انا بيني وبينكم شرع الله. وشرع الله ده يا اخويا هيخليك كده مش شعلق فوق كتير؟
واهجروهن في المضاجع. ما انت هجرت يا متولي، ما انت هجرت يا راجل. ايه ما شبعتش هجر ولا الشوق لسه ما غلبكش يا حاج؟ وقدرت تهجر يا بختك. ايه يا نعمه؟ ايه عايزه ايه؟ انت مش كنت عايزه الواد يتجوز البنت؟ اتجوزها خلاص، عايزه ايه تاني؟ عايزه يا اخويا حظي ونصيبي منك. ما تيجي نتعشى مع بعض يا حاج، ما كلناش حاجه في البوفيه. عندك حق يا امينه، دول هجموا على البوفيه زي ما يكونوا مفاجيه، كانهم عمرهم ما شافوا الاكل في حياتهم. انتوا عايزين الناس تدفع اللقمه اللي كلوها عندنا؟ امال احنا عاملين البوفيه ليه؟ هنفضل نتكلم على السلم؟ تعالى، ده انا عامله لك الكوارع اللي بتحبها عشان ركبك. لا يا اخويا اوعى، لا يا حاج، انا بقى هيشيلك ديك رومي ومحاشي يستاهلوا بقك يا اخويا. تعالى عندنا. لا تعالى عندنا. انا بس انا اعرف. سيبوني كلوا انتوا بالهنا والشفا، انا هطلع انام. انا متهيألي هنام اسبوع بحاله. طبعا يا اخويا، هو انت رقصت شويه؟ بقول لك ايه، من البت مقصوفه الرقبه دي اللي كانت مش على قفا دراعك؟ عيب يا نعمه، الحاج بيرقص مع مقصوفه رقبه؟ دي كانت رقبتها قد كده. ايوه يا امينه. انا مش عرفني، فرح كان مليان بنات وكان كلهم عايزين يرقصوا معايا انا. ايوه يا عم، حاج متولي جاكسون. طيب يا امينه، تصبحوا على خير. تسبق على 1:30. شفتي يا اختي الراجل؟ هو كده دايما لما بيزنق يهرب. ربنا بقى يسد نفسه عن الحريم. انت بتقولي ايه؟ التانيين مش احنا، حسب ديلي. بقول لك ايه يا امينه، ما تعرفيش يا اختي البت دي اسمها ايه؟ هتكون مين يعني؟ بنت الخطيئه؟ تكون زي ما تكون بقى. يلا ما تضيعيش فرحتنا. الف مبروك، يلا تصبحي على خير. انت من اهلي. اتغطي كويس. قمر والله قمر. يا حبيبي يا سيد، ربنا يخليك ليا. مالك قاعد كده ليه؟ مش هتدخل تنام؟ لا مش جايلي نوم. معقولة؟ لغاية دلوقتي؟ طب ده انا دماغي بتلف من قبل ما ندخل البيت. انت ما قلتليش ايه رأيك في فرحنا؟ كويس. كويس ده ايه؟ قول روعة، قول جنان. ده انا هموت واتفرج عليه في شريط الفيديو. اللي قولي صحيح، الراجل قالك هيخلص الشريط امتى؟ ما سألتوش. انت عارف يا سعيد، الناس عجبهم قوي فستان فرح، وخصوصا الشابو. كانت فكرة جنان احسن من الطرحة مليون الف مرة. اللي احنا بكرة هنسافر الساعة كام صحيح؟ أول ما نصحى من النوم. طب ايه رأيك يا سعيد، ما بلاش فكرة اسكندرية دي خالص؟ يا ريت. بجد والنبي؟ خلاص اتصل بماما دلوقتي اقول لها بدل ما نطلع اسكندريه نطلع على باريس. لا خلاص، لا اسكندريه احسن بكتير. ما تخافش يا حبيبي، انا عارفه ان انت ما بتعرفش فرنساوي، بس انا هبقى معاك. مش ده السبب. قصدك يعني على فلوس؟ انا متاكده ان عمي الحاج مش ممكن هيقول حاجه، واذا قال انا عازماك. عزماني ده ايه؟ وانا ما عنديش فلوس؟ انا عندي فلوس تلففك العالم ده كله. الله يا سعيد، الله، يا ما نفسي الف معاك العالم ده كله ونجيب حاجات من كل بلاد في الدنيا. انا ما عنديش وقت للكلام ده. ليه بقى؟ وراك ايه غيري؟ عندي شغل. هو مش عامل حاج اداك اجازه؟ انا اضرب مصلحتي من الحاج. وبعدين انت من هنا وراح لازم تسمعي كلامي، لما اقول اسكندريه تبقى اسكندريه. خلاص امرك يا سي سعيد. يا بنت امور المياه عادي. يا قلبي خبي لا
بان عليا ويشوف حبيبي دموع عينيا. ده حتى بابي ومامي جايبين لي عريس من شباب اليومين دول تافه كده وملوش شخصيه ومش عاجبني خالص، وقال ايه بقى لازم اتجوزه. مش عارفه ليه ساعتها افتكرتك انت يا حاج. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. الواحد يقوم يتوضا احسن. بسم الله الرحمن الرحيم، اشهد ان لا اله الا الله. نعم يا استاذ. الاستاذه ميرفت جت؟ لا يا فندم. الاستاذ ايمن موجود؟ ايوه يا فندم. روح له بسرعه قول له مدام مديحه عاوزك. حاضر يا فندم. يا فندم. كده برضو يا ايمن؟ يعني انت كنت عارف انهم متجوزين مش كده؟ ده كان مجرد تخمين. يعني ايه مجرد تخمين؟ يعني ما كنتش متاكد. امال ايه اللي خلاك تخمن؟ كانت دايما بتكلمني على زاهر، خصوصا لما عرفت ان هو وارث في سويسرا، وانا شفتها اكتر من مره وهي راكبه معاه العربيه، وبعد كده خدوا اجازه هما الاثنين. وليه ما قلتليش الكلام ده؟ ليه؟ اولا لان انا كنت عارف ان انت ملاحظه الحاجات دي، وثانيا انا لما اشوف حاجه واعرف اي حاجه ما اقولش عليها، خصوصا اذا كانت ما تخصنيش. ليه؟ هما دول مش زمايلك؟ وانا من حقي هنا كمسؤوله في المكتب اعرف كل صغيره وكبيره؟ مدام مديحه، انا قلت لحضرتك قبل كده دي حاجات خاصه مالهاش علاقه بالشغل، لكن انا لو شفت حد بيسرق او بيرتشي هاجي اقول لك على طول، لان ده انحراف. لكن اللي عملته ميرفت مع زاهر ده تصرف طبيعي، اتنين اتجوزوا على سنه الله ورسوله، ايه الغلط في كده؟ انت عارف كويس قوي ايه الغلط في كده. دي بقى مسؤوليتهم هم. ومسؤوليتك انت كمان. انت عارف كويس قوي ان اللي اسمه زاهر ده متجوز والدتي. وبعدين يا سيدي ده احنا زمايل قبل ما اكون مديرة مكتب. زي ما انت متألمة دلوقتي انا متألمة اكتر منك. ميرفت بالنسبة لي دي كانت اكتر من زميلة. مادام زي ما بتقول كده كان اولى انك تنصحها. زي ميرفت دي ما ينفعش معاها النصيحة. ومع ذلك كنت بتحبها. الحب ده اقوى مننا. صعب جدا ان احنا نحب بني ادم علشان كويس وما نحبوش عشان هو بني ادم مش كويس. امال ليه سموه الحب؟ الحب يا مدام مديحه ما بيفرقش بين غني وفقير او كويس ووحش. الحب حب وبس. انا مش عارفه اعمل ايه. ليه يا ميرفت تعملي فيا كده؟ ليه تحطيني في الموقف ده؟ الو. ايوه مين؟ اي حبيبي انا بجري في النادي. وتجري ليه؟ امشي واحدة واحدة. دول بيقولوا العجلة من الشيطان. عايزة تخسي؟ ليه؟ ده انت كده تمام التمام. تعجبيني؟ طب اقول لك حاجة؟ انت طول الليل بطلة احلامي. حلوة بطلة احلامي دي؟ افلام مين اللي اتعلم منها؟ ده كلام طالع من القلب وما اتقالش لحد غيرك وحياتك انت. لا انا رايح الشغل. عايزه حاجه؟ جعانه قوي قوي يا ميس. في حته مكان تحفه عايز اتغدى فيه انا وانت النهارده. طيب اخلص الرياضه بتاعتي واول ما اخلص واخد دش الشاور هكلمك على طول. يلا حبيبي باي. هنفضل عايشين كده بقى حاطين ايدنا على خدنا؟ مش ننسى اللي فات شويه ونشوف حالنا. حالنا ايه ده اللي هنشوفه يا ماما؟ يا بنتي انت من ساعه ما نجحتي وانت قاعده لاعدادي، انت حتى الشغل ما فكرتيش فيه. فكرت ولسه بفكر. طب
مفيش داعي بقى انك تفكري ولا تشغلي بالك. خالك عبد العزيز لقالك وظيفه كويسه. ومين قالك ان انا عايزه اتوظف؟ اها، امال انت كنت بتتعلمي العلام ده كله ليه؟ انا هعمل مشروع خاص بيا. بلا مشروع بلا كلام فارغ، خدي براينا مره في حياتك. يا ماما لو سمحتي دي حياتي وانا اللي مسؤوله عنها. يعني ايه؟ نسيبك عشان تغرقي تاني؟ مش كفايه الغرقه الاولانيه؟ دي مش غرقه، دي تجربه وعدت. تجربه؟ بقى انت بتسمي كل اللي حصل ده تجربه وعدت؟ انا لو منك اتكسف. ده انت مضيعه من ايدك عريسين كل واحد فيهم مليونير. طب وايه يعني؟ هي كل حاجه عندكم توزنوها بالفلوس؟ طب اسكتي بقى اسكتي، احسن انا مبقوقه منك. المره دي بقى مين اللي خطفت منك الواد؟ حته بنت لا راحت ولا جت. انت فاكره ان فاطمه دي انتصرت عليا يا ماما؟ بالعكس، دي اتجوزت واحد ما بيحبهاش لانه بيحبني انا. طب لما هو ما بيحبهاش زي ما بتقولي، اتجوزها ليه؟ اتجوزها بسبب القهر والإذعان. الايه يا اختي؟ ايوه يا ماما، ده تاريخ طويل وليه ضحايا كتير قوي. يخطبوا البنت للولد من وهم لسه صغيرين، ولازم يجوزوهم لما يكبروا عشان فلوس العيله ما تروحش بره والنسب ما يطلعش للغرب. اسلوب تفكير رأسمالي. ايوه، هتقولي بقى الكلام اللي ملوش معنى ده. يا ماما الكلام ده طول عمره ليه معنى، بس المشكله ان مفيش حد بيفكر فيه، وعلشان كده كل يوم الضحايا اللي زي فاطمه وسعيد بيكتروا، وفاطمه لازم تتجوز سعيد مع ان سعيد ما بيحبهاش. انت عارفه سعيد مرضيش يتجوزك لما عرف ان ابوه عايز يتجوزك. لكن انت بقى لو كنت اتخطبتي لسعيد من الاول ما كانش الحاج فكر فيكي. الحاج مش هو اللي فكر فيا، فلوسه هي اللي فكرت فيا. فلوسه افتكرتني سلعه ممكن يشتريها، ومش انا وبس، اللي زي الحاج ده عمره ما هيشبع ابدا. بس انا اللي صعبان عليا بجد هو سعيد. اتظلم وهو كمان ظلم نفسه. لا يا ماما، قاعدين على البلاج. ما هو احنا يا على البحر يا في الاوتيل. نتفسح ايه حصل؟ سعيد ما بيحبش الفسح، بيحب يقعد يبحلق كده في البحر. بصراحة يا ماما أنا زهقت قوي بقى وعايزة أرجع. لا مش قادرة، خلاص مش قادرة أستحمل. حاضر يا ماما، حاضر يا ماما، علشان خاطرك انتي بس، حاضر. باي باي حبيبتي. لا إله إلا الله. ايه يا سعيد، هتفضل قاعد تحت الشمسية كده كتير؟ ما تقوم معايا. نروح فين؟ البحر بينادي علينا، تعالى نشوف عاوز مننا ايه. بس انا معيش مايو. طب ومال، خلينا نروح كده. يلا بلاش كسل. لو اعرف كنت جبت معايا مايو. سعيد انت بتكلم نفسك؟ ايه؟ ده بدل ما تتكلم معايا قاعد بتكلم نفسك. انا يظهر نمت وانا قاعد. نمت وانت قاعد؟ طب قوم نام فوق لحسن انا خلاص زهقت. شفتي يا أمينة؟ شفتي عمايل ابنك؟ بقى ياخد البت في شهر العسل بدل ما يخرجها ويهنيها ويفسحها، ينكد عليها بالشكل ده. ليه يا اختي؟ عشان ايه ده كله؟ زي ما يكون احنا اللي جرينا وراه وغصبناه عشان يتجوز البت. لا يا أمينة، ابوه يجي هنا دلوقتي حالا ويشوف كمان صرفة معاه. طب خدي اهدي وروقي، قوليلي هي فاطمه قالت لك حاجه؟ يا اختي على اللي قالته لي فاطمه. وقال ايه؟ الكلام معاها بيطلع يا اختي من تحت ضرسه. ليه؟ فاكر متجوز جاريه؟ ده متجوز بنت الحاج شاهين اللي كان اكبر تاجر مانيفاتوره في مصر كلها. بقول لك ايه، خلي ابنك يا اختي يعقل ويشوف هو متجوز مين. انا ابني عاقل يا حبيبتي، بس دي مش طريقه تفاهم. بالراحه بالراحه يا حبيبتي. من ساعه البت ما كلمتني في التليفون وانا جوايا النار بتغلي. هين عليا اركب العربيه واشدها من ايديها. ما تبطلي جنان بقى، ما تبطلي الجنان اللي انت فيه.
انا هفهمك. الواد معتبرها زي اخته. ليه؟ عشان متربيين مع بعض، مكسوف منها، هايب الموقف، عشان كده كاتم في نفسه وساكت. والعمل يا امينه؟ نسيبهم بالراحه على ما ياخدوا على بعض. طب اسالي كده، في ناس بتقعد بالسنين. انا اصلي اتجننت، قلت يمكن الواد ملوش غرض في البيت ولا حاجه. ملوش غرض يعني ايه؟ هو انا وانتي ولا ابوه غصبنا عليه؟ ده هو اللي جه وقال انا عاوز اتجوز فاطمه. انا طبعا كان منايا ومنى عيني، بس انا ما بحبش اغصب على حد. لا يا اختي، كله الا الغصب. وبعدين هتغصبي عليه ليه؟ هي فاطمه بنتي كانت بايره ولا كانت بايره؟ طب انت عارفه الواد بندق ابن عمها كان هيوج عليها، كان هيبوس تراب رجلي عشان اجوزه البيت. بندق ده مين؟ بندق ده تقشروه وتقزقزوه مش تجوزوه. دول داخلين على طمع. ايش جابه هو لسعيد ابني حبيبي؟ يا امينه، يا بخت سعيد بيكي فعلا. طب انت عارفه لو امه كانت عايشه ما كانتش هتحب الحب ده كله. سعيد طيب وابن حلال وربنا بيحبه. عارفه بيحبه ليه؟ عشان عوضه بيكي يا امينه. بقول لك ايه، مش هنكلم متولي؟ ليه؟ ما تسيب ابوه في حاله، انت مالك ومال متولي؟ برضه ابوه اهو يوعيه. انا وانتي ما بنعرفش نتكلم في المواضيع دي، لكن متولي سيدي العارفين في المواضيع دي بالذات. اقعدي بقى كبري في الموضوع لغايه ما يفرقع في وشك. بكره هيبقوا زي السمنه على العسل، واللي داخل بينهم خارج. نكلم متولي ليه؟ ناقصين بهدله؟ مش عايزين نسمع منه كلمه كده ولا كده؟ لما اشوف.